حبايبي طلاب الصف الخامس الابتدائي، وحشتوني جدا جدا. ان شاء الله النهارده اولى حلقات الفاينل ريفيجن، المراجعه النهائيه بتاعت نصف العام. اتمنى لكم يا رب التوفيق والنجاح دايما باذن الله. سبق وشرحنا قبل كده وحلينا مع بعض النماذج اللي الوزاره منزلاها عشان تورينا شكل الامتحان، وقلنا الامتحان هيبقى عباره عن 7 اسئله. ان شاء الله في كل فيديو هياخد سؤال، وهنتدرب على كل الاشكال اللي ممكن تجيلنا فيه. طبعا انا بحل من سلسله المتميز للاستاذ محمود سعيد، اللي عايز يتابع معايا. يلا كده بقى، متنساش قبل ما ابتدي لايك وشير على قد ما تقدر عشان اكبر عدد يستفيد وتشجعني ان انا اكمل معاك باذن الله. يلا كده ليتس ستارت. اول سؤال معايا هو سؤال الليسننج، سؤال الاستماع. هتسمع قطعه المستر او التيتشر هتخش تقولها لك في اللجنه، فنصيحه مني اوعى حد يحل الترو والفولس قبل ما المستر يدخل طبعا عشان يعرف هو القطعه بتتكلم عن ايه. اوكي، وخد برضو فكرة عن الموضوع من خلال ان انت تقرا الجمل اللي موجودة قدامك. ماشي، يلا كده let's start مع بعض. اول قطعة معايا، اسمعني كويس. listen carefully. My name is Mahmoud. I am in primary 5. I've got 2 brothers and 1 sister. انا اسمي محمود، في الصف الخامس الابتدائي، عندي اخين واخت. I go to school on foot. بروح المدرسة سيرا على الأقدام. My brothers go to school by bus. إخواتي بيروحوا المدرسة بالأتوبيس. But my sister goes to school with my father by car. لكن أختي بتروح المدرسة مع بابا بالعربية. On Fridays، في أيام الجمعات، we go to the park with our father and mother. بنروح الحديقة مع بابا وماما. بالك المستر لما هيدخل مش هيترجم، بس انا بحاول اسهلها عليك كده في اول قطعة عشان تبقى الموضوع بس ايه، نبدأ كده واحدة واحدة ويبقى سيمبل ان شاء الله. تعالى بقى الناس الشاطرة اللي كانت مركزة معايا. نمبر 1، احنا قلنا محمود has got 5 brothers، هو عنده 5 اخوات. طبعا false، برافو عليكم الناس الشاطرة المركزة، قالت طبعا false. نمبر 2، محمود's brothers go to school by train. هما كانوا اخوات محمود بيروحوا بالقطر، لا احنا قلنا بيروحوا بالايه، بالباص، يبقى برضو false. نمبر 3، they go to the park on Friday. كانوا بيروحوا الحديقة يوم الجمعة. true، قلنا ان هما بيروحوا ايام الجمعات. محمود's father has a car. ابو محمود عنده عربية. طبعا true، لانه كان بياخد اخته sister ويوديها فين، ويوديها للسكول المدرسة. اوكي، دي اول قطعة، اعتقد انها سيمبل جدا. تاني بقى قطعة هي من المنهج بتاعك اصلا، بس برضو عايزك كده تروح على الاسئلة عشان تسهل على نفسك. ماشي يا سنة 5، جاهزين؟ يلا listen carefully. Once upon a time there was a kind shoemaker. He lived in a town with his wife. They were very poor, but they were very happy. The shoemaker worked very hard, but had no money. One night the shoemaker was in his workshop. There was only enough leather to make 1 new shoes. He cut the leather for the next day. The next morning he found 2 pairs of beautiful shoes. The elves made the new shoes. طبعا كلنا عارفين قصة الشوميكر، صانع الأحذية والعفاريت. طبعا كلنا خدناها في المنهج، بس برضو انت سمعت القطعة. تعالى كده، مين شطور بقى؟ المرة دي ما ترجمتش. هاي مين شطور كده كان مركز معايا؟ The shoemaker was poor. true ولا false؟ ايوه true، هو كان فقير. The shoemaker used the leather to make shoes. الشوميكر استخدم الجلد عشان يعمل الأحذية، برضو true. Number 3، the shoemaker lived in a town with his uncle. هو كان عايش مع عمه؟ لا، هو كان مع مين؟ with his wife، مع زوجته، يبقى false. Number 4، the elves made the new shoes. العفاريت هما اللي عملوا الحذاء الجديد. true. هو ايه دي القطعة التانية؟ تعالى كده نشوف مع بعض القطعة التالتة. اوكي، اسمعني برضو كويس كده. listen carefully وخليك مستعد، وخلي بالك تبقى مركز قوي 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 لما المستر يخش يقول listening. ready؟ okay. Our world is amazing. It gives us many things so we can have food, clothes, and build our houses. The things nature gives us are called natural resources. We can use these
to stay alive and keep healthy. Some examples of natural resources are water, clean air, animals, forests, soil, fossil fuels like oil and coal, and the minerals like gold and silver. Clean air is important to keep us and our crops healthy. We make furniture from trees. برضو القطعة دي كانت موجودة عندنا في المنهج. شوف الناس الشاطرة. Number 1, we get natural resource from nature. بنجيب الموارد الطبيعية بتاعتنا من الطبيعة. أكيد طبعا true. Number 2, clean air isn't. خد بالك بقى من كلمة isn't دي قوي، يعني بينفي، بيقولك مش مهم. isn't important. طبعا الكلام ده غلط. الهواء النظيف مهم جدا في حياتنا، يبقى الإجابة هنا false. هو بيقولي إن هو مش مهم isn't important. طبعا غلط. Number 3, oil and coal. البترول والفحم are fossil fuels. هم وقود حفري. طبعا true. Number 4, we need wood from trees. بنحتاج الخشب من الأشجار. برضو true. Number 5, clean air is important to keep us and our crops healthy. برضو true. أكيد الهواء النظيف important مهم عشان نحافظ بيه على محاصيلنا وعلى نفسنا بصحة جيدة. القطعة الرابعة كده معايا. Listen carefully. اسمع كويس قوي. Are you ready? Okay. يلا نبتدي. All the boys and girls are at the amusement park. My brother and sister are going on a ride. My friend Hosam is having pizza for lunch. I want to buy a ticket for the show. My sister won a prize. She wants to eat popcorn. My friend Ayman took pictures of us. Okay. يلا بقى كده معايا. Number 1 بيقول لي my brother is having pizza for lunch. هو أخويا هو اللي خد بيتزا على الغدا. طبعا false. أمال كان مين؟ my friend حسام. برافو الناس الشاطرة اللي كانت مركزة. Number 2, I want to buy a ticket for the show. True or false؟ صح true ولا false؟ طبعا كان true. قال أنا عايزة أشتري تذكرة للعرض. Number 3, my sister wants to eat popcorn. أختي كانت عايزة تاكل popcorn الفشار. برضو true. Number 4, حسام took pictures of them. حسام هو اللي التقط لنا الصور، خد لنا صور. طبعا لا، كان صديقي مين؟ أيمن. يبقى الإجابة false. وده يا سنة 5 شكل الامتحان في أول سؤال. أول سؤال هيبقى listening وعليه أسئلة true or false. أوكي؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم، واستنوني إن شاء الله في الفيديو الجاي هنشرح السؤال التاني في ورقة الامتحان. أتمنى لكم يا رب التوفيق والسعادة. Goodbye.